عوضين اجمالي الفلاحين بسرعه دلوقتي حالا، والموظفين الديوان كلهم يجوني هنا دلوقتي حالا. وما تنساش تطلع عنتر علشان هلف همر على الارض بعد ما نخلص الاجتماع. بسرعه طلع الحصان عنتر، الحصان عنتر. حتى الولاعه مش لاقيها. يلا ماشي. احبائي واصحابي واصدقائي، الفلاحين دولت هم اللي عاملين رستم باشا. الفلاحين دولت هم اللي شقيانين، هم اللي بيطلعوا لي انتاج، وهم اللي بيعملوا كل شيء عندي. هم اصحاب الارض، هم صحاب الارض. اذا كنت انا رستم باشا، عمري ما اكون رستم باشا على الفلاحين اللي عندي والموظفين، لان انا منهم وهم مني. هم اللي بيعملوني وهم اللي بيقدموني قدام، هم اللي بيزرعوا وهم اللي بيعملوا كل حاجة حلوة كمان. انا جمعتكم النهاردة علشان اقول لكم كل عام وانتم بخير. دخلت رمضان ان شاء الله. رستم باشا، رستم باشا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله دلوقتي عبعال 5 ساغ تصرفهم وقتيا للفلاحين، ويخشوا على الزريبة ياخدوا اللي هم عايزينه من قمح ورز واي شيء هم عايزينه علشان دخلت رمضان. ماشي عبد العال، تنفذ وقتيا وقتيا. ما هو رستم باشا، رستم باشا لازم يكون باشا، بس عمره ما يكون باشا على الفلاح، لان الفلاح هو اللي خلاني انا باشا. وتزود عم رضا 2 قرشين كمان فوق ال5 ساغ علشان بنته هتتجوز ان شاء الله قريب في دخلة رمضان، في دخلة العيد يعني ان شاء الله. تزودوا قرشين تخلوهم 7 ساغ، وربنا يديه بالمحبة والمعروف بيني أنا وبين الفلاحين. أنا رستم باشا، أنا رستم باشا للمرة التانية، بس عمري ما أكون باشا على الفلاح أبدا.